نتائج الدور الربع النهائي، فريق نهضة بركان فاز أمام فريق أسيك ميموزا. هل مواجهة نهضة بركان فريق جزائري يواجه نهضة بركان؟ رشيد راهو يقول لي الإياب سيكون بالجزائر، الذهاب خارج الوطن والإياب في الجزائر. هل هذا سيكون في صالح الفريق الجزائري؟ عندك دو فاسون لو ماتش روتور يتلعب في بلادك، في بلادك صافي دير صح. هذه وحده. بصح انت قبل ما تخمم الماتش روتور في بلادك لازم ندير ماتش في الخارج. يجب الاعتراف هذا فريق بركان فريق قوي جدا. فاز بالبطوله افون قبل نهايه البطوله في المغرب، وننشر المقابله اللي ربحوا فيها 1-0. وشفت مقابلات واحده اخرى، يعني فريق متميز. سي لان دي فافوري تاع لا كوب دو لا كاف. هذه استندبوا المدرب التونسي معين الشعباني اللي فاز صافي ناني ولا صافي ناني يعني مد للفريق يون اسيس دو جو اي تو سا ولا فريق ديمي فينال كوب دافريك. نتائج الدور الربع النهائي، فريق نهضة بركان فاز أمام فريق أسيك ميموزا. هل مواجهة نهضة بركان فريق جزائري يواجه نهضة بركان؟ رشيد راهو يقول لي الإياب سيكون بالجزائر، الذهاب خارج الوطن والإياب في الجزائر. هل هذا سيكون في صالح الفريق الجزائري؟ عندك دو فاسون لو ماتش روتور يتلعب في بلادك، في بلادك صافي دير صح. هذه وحده. بصح انت قبل ما تخمم الماتش روتور في بلادك لازم ندير ماتش في الخارج. سيفري لازم التماتيك نسي ما نخسرش وحده، نسي ولا خسرت ما نخسرش بسكور لور، فهمني؟ ولا ندير ماتش نول. لازم ديجا 50% تاع الريزولتا يندار ديجا ليه خارج الوطن. ومن بعد كي تجي لهنا فيك لافونتاج دو بوبليك والاخر تزيد ما عليك الا تزيد هذيك ال 50% باش تكاليفي سيتو ان شاء الله. يجب الاعتراف هذا فريق بركان فريق قوي جدا. فاز بالبطوله افون قبل نهايه البطوله في المغرب، وننشر المقابله اللي ربحوا فيها 1-0. وشفت مقابلات واحده اخرى، يعني فريق متميز. سي لان دي فافوري تاع لا كوب دو لا كاف. هذه ماتش طريقه ديفيسيل. ديمي فينال طريقه ديفيسيل. استندبوا المدرب التونسي معين الشعباني اللي فاز صافي ناني ولا صافي ناني يعني مد للفريق يون اسيس دو جو اي تو سا ولا فريق ديمي فينال كوب دافريك. سي نورمال تكون بهذا المستوى. يبقاو لي مير. الجزائر ضمنت فريق جزائري في الدور نصف النهائي. هذه مليحه، هذه المليحه الجزائر في الدور نصف النهائي. هذه مليحه. عطانا حاجه ما كناش نعرفوها الوغ كو هذه على بالنا منها. لا باش نفكروا الجمهور برك. لا بالتاكيد، ولكننا سنواجه نهضة بركان الذي دخل الصف دخل مؤسسة إعادة التربية والتكوين، لأنه الصورة تظهر كل شيء. هاي صورة فريق. علاش تضحك سمير؟ انا كنت على بالي باللي يدخلوا بالخريطه. لا يقدروش يدخلوا بالخريطه. لا تغيرت الامور. نحن سامي باش تبان بلي ما كاش خريطه، بقى غير الدحميس يدور. هذا ما كان خريطه. عالم المغربي موجود، ولكن الخريطه الوهميه هنا تشوف باللي الطاس ضربت بقوه، والكاف هنا في وضع خلينا مريب. لافاف. انا نهضر على المبادئ. نعم. لما تكون عندك مبادئ. انا صافي ناني كنت نسمع صحفيين مغاربه اللي كان لهم كل الاحترام، كانوا يتكلموا على المبادئ. هذيك المبادئ ما شفناش في المقابله تاع بركان، وهذا لازم يعترفوا باللي القضيه تاعنا كانت قضيه مبدا وقضيه عادله والسوريفر على الوا، ومش حاجه واحده اخرى. الان دخلوا كما قلت انت، دخلوا في الخط. طوميو الجزائر خذت بزمام الامور هذه القضيه، والا الفريق شفنا راه لعب في جنوب افريقيا ولعب بدون مشكل، لكن الجزائر حبستها. الكل انتظر القميص الذي دخل به فريق نهضة بركان، ووجدنا بأن الخارطة انسحبت من ذلك القميص، وربما لو حضرت لتقلصت إلى حجمها الطبيعي، ولو تقلصت إلى حجمها الطبيعي لنددنا أيضا ببطرانها من سبتة ومليليا نيابة على الشعب المغربي، لأنها حتى وهي تعود إلى أصلها هي ليست خريطة المغرب الأصلية بدون سبتة ومليليا. لذلك ما كنت أنتظر أن فريق نهضة بركان ورئيسه الشرفي والأصلي الذي هو رئيس الجامعة الملكية المغربية يعني يقوم بما قمنا به عندما يعني تبارينا معهم في الموسم الماضي.
كان على نهضة بركان وهم يرفعون لواء المبادئ والقيم أن ينسحبوا مثل ما انسحب الممثل الجزائري، يعني طالبا رفع راية الشرف والمبادئ على حساب كرة القدم. في نهاية المطاف فريق فوزي لقجع يعني خضع لمنطق القانون ولحكم الطاس، وذهب وانسحبت الخريطة من صدر لاعبي نهضة بركان. كنت أتمنى أيضا يا عماد أن تكون تلك المواجهة القضائية في يعني قبل ذلك، بدليل أن فريق اتحاد العاصمة عندما انسحب أمام نهضة بركان في الدورة السابقة كان يتمتع بمستوى أرقى مما هو عليه اليوم، والفريق نهضة بركان تقدم وتطور مستواه الرياضي، وهو اليوم يعني يفتك البطولة المغربية ربما لأول مرة في تاريخه. لذلك لأول مرة في تتويج بالبطولة المغربية. لذلك يا عماد الأكيد أن الفريق الجزائري والممثل الجزائري سوف يواجه نادي رياضي يمثل المغرب، ولا علاقة للشعارات السياسية ولا التطاول على بلد الجيران اللي هي الصحراء الغربية ووضعها على ذلك القميص. لا توسع ولا تطاول على حقوق الشعوب المضطهدة. نتبارى رياضيا والنقاط للأصح والتأهل أيضا للأقوى. دعونا من السياسة، وهذا ما حققناه في المعركة القضائية التي كان علينا أن نخوضها قبل ما رفع اتحاد العاصمة هذا المطلب وذهب إلى الطاس. يواصل نهضة بركان عروضه القوية ويكتب فصلا جديدا من التألق في الموسم الحالي بعد إطاحته بأسيك ميموزا الإفواري وانتزاع بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بكل استحقاق. الفريق البركاني الذي حسم لقب الدوري المغربي مبكرا يواصل الزحف نحو الثنائية ويضع نصب عينيه لقبا قاريا جديدا يعزز به خزائنه ويؤكد مكانته كقوة كروية في القارة السمراء. في نصف النهائي الموعد سيكون مع مواجهة مغاربية من العيار الثقيل أمام ممثل الكرة الجزائرية في مباراة تعد بالإثارة والندية حتى آخر دقيقة. اكتبوا لنا رأيكم وآرائكم من خلال التعليقات.